جت الصدمة الثالثة. يقول فغضبت فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه. يقول فدخلت على النبي قلت يا رسول الله إني عرضت ابنتي حفصة على أبي بكر فاعتذر منها، وعرضتها على عثمان وطلب مني مهلة 3 أيام وتركني، فجئت وهرب مني وبعدين قال ما أبغاها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. قال لحظة ما بعد استوعبت، من اللي خير من أبو بكر وعثمان؟ الرسول. قال من يا رسول الله؟ قال أنا أتزوجها يا عمر. فانبسط عمر قال وش هالنسب الزين. فطلع عمر يضحك، شافوه الصحابة أبو بكر وعمر، أبو بكر وعثمان، فقالوا أجئت من عند رسول الله؟ قالوا نعم. قال والله، يقول أبو بكر وعثمان والله يا عمر إنك عرضت علينا حفصة وإنها من خيرة النساء. والله نعم في حفصة، أدب وخلق وانت أبوها،